السلام عليكم. مرحبا بكم. إحدى الفتيات تسأل والدها: كيف لي أن أحدد السكير من غيره؟ فرد عليها: تلك الشجرتين يراهما شجرة واحدة. فقالت له: لكنهم 4 شجرات يا أبي. الأم تقول لابنها الصغير بعد قراءة قصة الخراف السبع والذئب: هل ترى كيف أن الخروف الذي لا يسمع كلمة أمه يأكله الذئب؟ وقال لها الطفل: والخروف الذي سمع كلمة أمه أكلناه نحن. سيدة تقول لسائق سيارة أجرة مدمن: أريد الذهاب إلى السوق المركزي. رد عليها بغضب قائلا: اذهبي لكن لا تتأخري. الزوجة تقول لزوجها: لقد أمضيت أكثر من 2 ساعة وأنت تقرأ عقد زواجنا، هل تبحث عن شيء؟ رد الزوج مغتاظا: نعم، على تاريخ انتهاء صلاحية العقد. 3 وجدوا بنتا صغيرة فقاموا بتربيتها والاعتناء بها. في النهاية اكتشفوا أنها أمهم. طلب من أحد المتشائمين تعريف كلمة الزوجة فقال: إنها غلطة وورطة، وطول العمر وربطة، تصيب وتخيب ولا تأتي إلا بجلطة. قام مهندس كمبيوتر بعمل تحليل الدم فاكتشف أن فصيلته هي HP. مدمن يقول لصديقه: هاتف الجوال لا يرى بالعين المجردة. فلم يجاوبه صديقه وإنما بدأ بالاهتزاز، فسأله الأول عن السبب، رد عليه بأنه قد استقبل فاكس حاليا. سأل المعلم: لماذا لا يزرعون التين في الأرجنتين؟ الولد: لأنها من الدول اللاتينية. دخل أحد المدمنين إلى المطعم فطلب 1 مشوي و1 عصير و1 أرز بالإضافة إلى 1 يدفع الحساب. الكذاب يقول لصديقه: رأيت شخصا يقع من فوق عمارة عالية، استغرقت عملية وصوله إلى الأرض 3 أيام. الآخر: وهل مات؟ رد الكذاب قائلا: ماذا تعتقد؟ 3 أيام بدون طعام وشراب، أليس من المنطقي أن يموت؟ مدمن يفكر بالإقلاع عن التدخين فيقول لصديقه: الامتناع عن التدخين قرار صعب يحتاج إلى تفكير وتركيز وفنجان قهوة وسيجارة. مر أحدهم بأحد الحشاشين ليخبره: ألا تعلم بأن شقيقتك تخرج مع سمير الكهربائي؟ رد مستغربا: ولكن متى كان سمير يفهم بالكهرباء؟ المعلم: في أي فصل يسقط المطر؟ الطالب: في الفصل الذي لا سقف له يا أستاذ. الأم لابنتها: إياك أن تظهري لخطيبك أن نظرك ضعيف. أجابت الابنة: حاضر يا بابا. اشترى أحد الحمقى طائرة خاصة ومعها كتاب كيف تتعلم الطيران. اتبع الرجل التعليمات حرفيا حتى أصبح في الجو، ليفاجأ بعدها بجملة: البقية تأتيكم في العدد القادم. قامت مجموعة من المدمنين بابتكار حافلة تسير بالعرض. لماذا؟ لكي يجلس جميعهم في المقعد الأول. قال الابن لوالده: اعطيني لو سمحت $2 لكي أزور حسنين. الأب البخيل: من الأفضل أن تأخذ $1 واحدا وتزور حسن فقط. الأب يؤنب أحد أبنائه: نابليون عندما كان في عمرك كان الطالب الأول على صفه. الولد لأبيه: هذا صحيح، ولكن عندما كان في عمرك أنت كان قد أصبح حاكما لفرنسا. مدمن يعاكس إحدى الفتيات في الطريق قائلا: إن جمالك كالحمامة. ردت عليه: لا، البعض يقول إني غزالة. فرد عليها مبتسما: ليس هناك فرق بالنهاية، فكلهم حيوانات. لماذا يبتسم أحد المدمنين عندما يشاهد البرق؟ يحسب أن أحدهم يقوم بتصويره. سأل المعلم التلميذ: ما هو الفرق بين الحمار الوحشي والحمار العادي؟ فأجاب التلميذ: الفرق هو اللباس الذي يلبسه الحمار الوحشي. غبي يدرس يوما أمام منزله. لماذا؟ حتى يقال أنه حاصل على شهادة من الخارج. سئل أحد الأغبياء عن سبب ضحكه المستمر أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم، فأجاب: أنا أضحك على اللاعب صاحب الرداء الأسود، إذن إنه يركض طيلة المباراة ولم يلمس الكرة أبدا. مدمن يقول لصديقه: ما أجمل القمر. المدمن الآخر يجيب بكل ثقة: أي والله، ما أجمل القمر خاصة بالليل.